طبق مخلل بقى، بس ايه، من العيار التقيل. بسم الله ما شاء الله. المخلل لو عملتيه بالطريقة اللي انا هقولك عليها دي، انسي تماما المخلل الجاهز. والقرشة كأنك لسه حطاه دلوقتي اهو، كأنه لسه اخضر. بسم الله ما شاء الله. انا كان عندي كرنب مفرزاه، فجبت كرنبايه مفرزاها كانت كبيرة، فجبت العروق بتاعتها. وبدأت ان انا اهي زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. طبعا بعد الكرنبة ما اتسلقت برضو طلع المقرمش زي العسل. وشوية قرون فلفل كده من اللي هم دول باردين مش حراقين خالص، وشوية خيار. ركزوا وخلوا بالكم من الطريقة، علشان خاطر الطريقة دي كويسة جدا. انا بعتمدها مع مخللات كتير، وبسم الله ما شاء الله تاكل مخلل. كل اللي بياكل مخلل عندي بيقول لي لا لا لا، ده اكيد جاهز، مستحيل تكون انت اللي عاملاه. بسم الله ما شاء الله. مع اني مش عاملة فيه حاجات كتير يعني، ولا تفاصيل كتير، ده انا عاملاه عادي جدا بكل بساطة. هتشوفوا معايا دلوقتي الطريقة. زي ما انتوا شايفين كده قطعنا الكرنب او عروق الكرنبة يعني. بسم الله ما شاء الله جميلة. الطبق ده كبير يا جماعة، مستهونوش بيه، ده هيملى برطمان كبير قوي دلوقتي. وده الخيار. طبعا بنشيل النقطة اللي تحت والنقطة اللي فوق دي، لأن النقطة دي بيبقى فيها النقطة دي بتطر الخيار. لو سبت فيها النقط دي وخللتيها بتخلي الخيار يطرى منك. أنا بقطعها بالقطاعة دي اللي هي مشرشرة دي، على أساس إن هي تديها شكل جميل يعني. هي مش بتبان في الخيار قوي أو كده، بس هي بتبان أكتر في الجزر. بس أنا قطعتها بيها. طبعا هي مش باينة قدامكم، بس والله بسم الله ما شاء الله يعني ايه. المهم الطعم. التقطيعة تقطعي بالسكينة، تقطعي بقطاعة ان شاء الله، حتى تقطعي بقطاعة البيتزا مفيش اي مشكلة. هي عاملة جرنشة بسيطة كده او هامش بسيط كده، بخلي الخيار شكله تحفة وشكله جميل. هقطع كمية الخيار اللي عندي كلها بقى زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. وطبعا لو لسه بتشوفوني ما تنسوش اللايك بتاعي والاشتراك الجميل في القناة، عشان احنا لسه عيلتنا صغيرة محتاجين نكبرها شوية. وانا محتاجة كل اخ واخت يدخلوا عندي القناة، محتاجهم يقفوا جنبي ويدعموني من كل قلبهم. وان شاء الله هقدم لكم وصفات حلوة جدا. ده غير طبعا ايه، الاكل والحلويات، وصفات شرقي ووصفات غربي، وكل الوصفات اللي انتوا بتحبوها او اللي انتوا عايزينها. وما تنسوش كمان ان انتوا تبعتولي عايزين ننزل لكم الفيديو كل كام او كل كام يوم او كل ساعة كام مثلا. ولو في حد محتاج حاجة ضروري ممكن يبعتلي وانا اعملها له، مفيش اي مشكلة. انا معاكم، اعتبروني اختكم الصغيرة او اختكم الكبيرة. وادعموني، لان الدعم ده مهم جدا ليا في الفترة اللي انا فيها دي. وكنت محتاجة ان انا يكون عندي اصدقاء، وان انا يكون عندي ناس بتشجعني، وناس تكتب لي تعليق حلو. التعليق الحلو يا جماعة بيفتح نفسي، يخليني اكمل كل اليوم وانا مبسوطة وانا سعيدة، وبيشجعني اكتب لكم، اكتب او ان انا اعمل وصفات جميلة جدا وجامدة جدا. طبعا انا كل بقول بكتب، لان انا كل وصفة قبل ما ببدأ فيها او قبل ما ببدأ اعملها بكتب كل تفاصيلها وكل الحاجات اللي هي عايزاها وكل مقاديرها ومكوناتها. وببدأ اشوف انا عندي ايه من الحاجات دي في المطبخ، وهبدأ اشتري ايه. عشان كده بقول لكم هكتب كل الوصفات اللي انتوا عايزينها. ده طبعا زي ما انتوا شايفين المية دي مغلية ومتبردة، يعني انا غليتها كويس جدا وبعدين بردتها. تعالوا بقى نعمل المحلول اللي هنحط فيه المخلل بتاعنا. معلقة سكر. وطبعا لازم معلقة السكر دي مع المخلل عشان الحفظ. معلقتين ملح خشن او 3. انا حطيت دلوقتي 2. ولكن الموضوع ده انا حطيت دلوقتي كمية، بس انا احتاجت احط معلقة تانية كمان. انا حطيت اهو زي ما انتوا شايفين. انا احتاجت احط معلقة كمان. ده 4 معالق اهم. لان دقت المخلل بعد يومين بالظبط لقيته محتاج كمان معلقة ملح، حطيت له معلقة ملح انظبط جدا جدا جدا. وادي كده معلقة شطة، بس الشطة دي بودر. لو انت حاطة في المخلل بتاعك شطة حراقة او قرون فلفل حراق يعني او حامي، بلاش تستغنى عن الشطة دي عادي مفيش مشكلة. بس القرون الفلفل اللي عندي دي باردة، فعشان كده بدأت ان انا احط قرون فلفل.
سوري، بدأت إن أحط معلقة كبيرة كده من مع بودرة الفلفل الحار أو الحاد يعني. وبعد كده عصرت ليمونة زي ما انتوا شايفين. طبعا الليمون ده بيخلي المخلل في حتة تانية، ولازم تحط القشر بتاعه، وما تخافيش خالص، ولا بيمرر ولا بيحصل له حاجة. ادي الليمونة التانية اهي. بسم الله ما شاء الله، الليمون ده بلدي او فلاحي، احنا زارعينه تحت البيت، فعشان كده هو ريحته بس لوحدها كفاية، بيفرق جدا. وكده حطينا كمان ورقتين لورا اهو. تقدري تحطي الاول المخلل وبعدين تحطي الخلطة، بس انا بحب الاول اعمل التتبيلة بتاعته او الخلطة بتاعته او المية بتاعته كويس جدا. وبعد كده بقى بتبدأي تحطيه. ممكن تحطيه في إناء واسع أو طبق واسع يعني، وتبدأي تقلبيه كله على بعضه. أو ممكن تحطي كده عادي، مش فارقة انتي بتاخدي أو انت بتحطي كده زي ما أنا بحط. بتحط خيار مع طماطم يعني، بتحطش حاجة لوحدها، بحيث ان هو يفضل مشكل يعني. وكده زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، انا عملته. هسيبه بقى 3 ايام، وبعد ال3 ايام هنفتحه مع بعض ونشوف هو نظامه ايه. طبعا المخللات دي هتخس، مش هيتن خس قد ايه. بسم الله ما شاء الله، انا اخدت منه عشان ادوقه اشوفه عايز ملح ولا ايه، لقيته عايز معلقه، واخدت طبق كبير كده منه. والله العظيم يا جماعه ما كنتش عارفه ان انا اسيطر على نفسي. بسم الله ما شاء الله، القرشه بتاعته طبيعيه جدا، كانك لسه ما خللتهوش. والطعم بتاعه بيرفكت. وشكله اصلا لوحده يفتح النفس. شو من ساعة ما فتحته وانا اصلا باكل فيه بيقرش قرشة كأنك لسه حاطاه اخضر، مش مخلله بقالك 3 ايام ولا 4 ايام اهو. كل حاجة طازة، كل حاجة جميلة. المخلل ده بقى انت بتمسكيه تحطيه بميته كده في حاجة في التلاجة، في علب تلاجة، او بتحطيه في البرطمان بتاعه ذات نفسه لو عندك مساحة للبرطمان.